السلام عليكم، كيفك يا الغالي؟ كيفك يا الحبيب؟ عاملين ايه يا شباب؟ اخباركم ايه؟ كان بقالي فتره كده بدور على سماعه تحقق المعادله الصعبه، هي ان انا عايز سماعه بارخص سعر ولكن تديني افضل اداء، افضل صوت، افضل مايك، افضل اي ان سي، حاجه تقدم لي الراحه في كل حاجه، ما احسش ان انا محتاج حاجه اكتر من كده، وتكون زي ما قلنا بسعر مناسب قوي. وهو ده اللي تعتبر حققته سماعه النهارده، ولكن في بعض الملحوظات هنتكلم عنها. السماعه اللي هنتكلم عنها النهارده هي ريلمي بادز اير 5. تعال نفتح العلبة نشوف محتويات العلبة. اول حاجة هتلاقي السماعة في وشك. سماعة بصراحة شكلها شيك قوي، ولكن في بعض الملحوظات اللي هنتكلم عنها كمان شوية. وبعدين هتلاقي مقاسين كده للاير تيبس، وصلة الشاحن تايب سي، والكتالوج والضمان. الباكج بتاع السماعة زي ما شفنا ابسط ما يمكن، ما فيهوش اي حركات ولا اي حاجة، باكج عادي جدا، ما فيهوش اي نوع من انواع الشياكة والتميز، وده انا مش ضده خالص. انا ما عنديش مشكلة يكون الباكج اي كلام، ولكن السماعة تكون بتقدم لي اداء كويس. وهنيجي بقى للسماعة الريلمي بادز اير 5. السماعة دي بينزل منها لونين، اللون اللي معايا ده اللي هو اللون الابيض، وفي لون تاني كده بنفسجي او موف، بس اللون اللي معانا النهارده هو اللون الابيض. بالنسبة للتصميم فانا شايف تصميمها بسيط شيك، شكلها البيضاوي ده لطيف قوي، وحجمها صغير. السماعه مش تخينه ومش كبيره، حجمها مناسب قوي انك تحطها في جيبك من غير ما تحس ان في حاجه في جيبك مضايقاك. اما بالنسبه للخامات فانت ما تحسش انها رخيصه، ولكن هي مش افضل خامات ممكن تمسكها في ايدك. لا، في سماعات لما بتمسكها كده من مجرد مسكتها كده بتحس ان دي حاجه غاليه. السماعه دي ما بين البنين، لما تمسكها كده مش هتحس انها حاجه رخيصه ابدا، ولكن مش هتحس انها حاجه واو. الخامه بتاعت السماعه جلوسي كده بتلمع، وده بيخليها تتجرح بسرعه جدا، فعشان كده جبت لها الجراب ده. السماعه دي اكسسواراتها غالبا مش هتلاقيها في المحلات كتير، ممكن تطلبه بقى اونلاين. السماعه لوحدها لو بتحطها في جيبك هتبقى لطيفه قوي، مش هتحس بيه، ولكن لما تحطها في الجراب وتحطها في جيبك لا هتحس بيه. خصوصا ان الجرابات السيليكون دي لما تيجي تحركها في جيبك كده بتحس انها بتشد جيبك وهي طالعه او وهي داخله، فبتضايق وانت بتحطها في جيبك وبتطلعها بتلاقيها رخمه شويه. عشان كده بنلجأ مثلا لاننا نعلقها في البنطلون. تعال بقى ندخل على الامكانيات والحاجات اللي بتقدمها لك السماعه دي. السماعه دي بتشتغل على بلوتوث 5.3، ممكن تربط السماعه على جهازين مع بعض وتقلب ما بينهم بقى عادي، عايز تسمع من الجهاز ده حاجه، عايز تسمع من الجهاز ده حاجه، وهي مربوطه في نفس الوقت، مش لازم تفصل من الجهاز الاولاني وتوصلها بالجهاز التاني وهكذا. اما بالنسبه للسماعه نفسها بقى فهي خفيفه وشكلها لطيف. اول ما بتحطها كده بتعمل صوت الفتح بتاعها، والاصوات الصغيره اللي هي بتطلعها دي بتحسسك ان السماعه لابس حاجه بريميوم قوي. عارف، مش هتحس ان الجو رخيص، لا هتحس ان السماعه فعلا مصروف عليها كده. عندك في السماعة دي 6 مايكات، 3 مايكات في السماعة الواحدة، وهنتكلم عن أداء المايك في المكالمات كمان شوية. وعندك الاير تيبس دي مريحة لأقصى درجة. الاير تيبس اللي هي الجلدة دي في سماعات معينة كده بتلاقيها مؤذية، يعني لو فضلت في ودنك كده مثلا أكتر من نص ساعة ساعة بتحس إن ودنك بدأت توجعك، مع إنك ما بتتحركش وما فيش أي حاجة بتعملها. ولكن الخامة نفسها، في خامات بتبقى مريحة وخامات مش مريحة، فالخامة هنا مريحة لأقصى درجة بصراحة. وكمان جوه الاير تيبس من جواها كده في النص تلاقي فيه زي شبكه كده عشان خاطر تعزل الشمع ان هو يوصل للدرايفر جوه، ودي تركايه جميله قوي. خلينا بقى نتكلم عن الصوت نفسه. الدرايفر اللي في السماعه دي حجمه 12.4 مللي، ده درايفر حجمه كبير، فبالتالي رينج الاصوات هيبقى رينج كبير. اللو رينج والهاي رينج هتسمع تفاصيل جميله قوي. صوت السماعه جميل جدا، فيه تفاصيل هتبهرك. اللو والهاي موزونين بشكل ممتع قوي. ولو انت من محبين البيز وكده، فمن خلال الابلكيشن بتاعها تقدر تعدل على مستوى الاصوات اللي زي كده، ممكن تعلي البيز، تعلي التريبل. والبيز هنا بقى تحديدا في اوبشن حلو قوي، وهو الدايناميك بيز بوست، ده بيعلي البيز بشكل ملحوظ جدا. والاوبشن ده بقى معمول مخصوص عشان البيز ما تفرقعش منه، لان بطبيعه الحال انت لو عليت حاجه زياده عن قدرتها بتلاقي الاصوات دخلت في بعض، وفي بدات تسمع نويز بقى، والاصوات ما عادتش سموث كده وصوتها ممتع زي ما انت متخيل. باختصار الصوت هنا من افضل الاصوات اللي هتسمعها في الفئه دي، ويمكن تقارن بفئات اعلى منها بكتير. ملحوظتي الوحيده في الصوت هنا ان انا كنت ساعات بحس ان لا، كانت محتاجه درجه زياده بس في علو الصوت. يعني كنت احيانا احس كده لو انا بره او حاجه، كنت بحس لا، كانت محتاجه الصوت يبقى اعلى من كده سنه بسيطه. ولكن ارجع واقول لك الصوت هنا مميز قوي، هتحب. السماعه هنا بتدعم خاصيه الدولبي اتموس، ممكن تعمل بروفايل صوت لنفسك بحيث انك مثلا لو بتحب البيز اعلى من التريبل شويه او العكس، او حابب تظبط الايكولايزر زي ما انت عايز، ممكن تعمل ده في السماعه. وممكن تحفظ البروفايل بتاعك ده على الابلكيشن، اللي هو بالمناسبه مش سلس مع السماعه خالص. وانا قصدي ان هو مش سلس في قراءتها بس، ساعه ما يقرا خلاص كل اوبشن
الابلكيشنز عندك شغاله بدون اي مشكله في الدنيا، ولكن ساعات كانت السماعه تبقى متوصله بالبلوتوث وانا في الابلكيشن عايز اظبط مثلا حاجه في الايكولايزر، الابلكيشن مش قارئها مع انها متوصله وعادي جدا. لازم بقى تقعد تناحي معاها شويه، بقى تحطها في الكيس مثلا شويه، تقفل تفتح تربطها على الابلكيشن قبل ما تطلع السماعه، وساعات تقرا وهي لازم تكون في قلب البوكس. فالموضوع القراءات ده انا لغايه دلوقتي لسه مش فاهمه، ولكن ساعه ما بتقرا مفيش اي مشاكل. وكمان بروفايلات الايكولايزر اللي كنت بكلمك عنها من شويه دي ما بتتحفظش، يعني لو قفلت الابلكيشن وقفلت السماعه مثلا وخلاص فصلت عن الموضوع ورجعت توصلها تاني وتدخل على الابلكيشن وكده، مش هتلاقي البروفايلات دي موجوده. هو مش عيب قاتل في السماعه وممكن يتحل مثلا بابديت للسوفت وير بتاع الابلكيشن ده، ولكن الموضوع كان هيبقى في حته تانية لو الابلكيشن بتاعها كان بيقرا عليها بكل سلاسه، والايكولايزر اللي انا بعمله بيتحفظ وكده. طول ما انت مشغله على السماعه هو محفوظ وانت بتسمع بيه، ولكن لما تقفل الابلكيشن وتقفل السماعه وترجع تفتح كل حاجه بترجع من تاني. بالنسبه لازرار تحكم السماعه فهي متحدد لها شكل كده فوق في السماعه من فوق، والمكان ده مريح مش بيستقبل لمسات غلط، واللمسات دي اصلا في السماعه ممكن تتحكم فيها زي ما انت عايز. طبعا تتحكم فيها من خلال الابلكيشن، ممكن مثلا لو عايز لمستين تعمل لك اكشن معين، 3 لمسات تعمل لك اكشن معين، لمسه مطوله تعمل لك اكشن معين. الحاجات دي كلها ممكن تظبطها بالابلكيشن. وخلي بالك لمسه هنا ما بتعملش اي اكشن ولا ممكن تعين لها اي اكشن. في ناس بقى تطلع تقول لك ازاي ده السماعات كلها من لمسه مش عارف بتعمل ايه ومن لمسه مش عارف بتعمل ايه. بصراحه انا شايف الموضوع ده ميزه كويسه قوي، مش عيب ابدا، لان ده اكتر مكان انت معرض انك تلمسه بالغلط وانت بتعدل مثلا السماعه في ودنك. افرض مثلا انت بتجري والسماعه اتحركت عايز تعدلها في ودنك، نايم مثلا على السرير وانت بتتقلب السماعه اتحركت من مكانها عايز تعدلها اذا كانت اليمين او الشمال، فمع كل لمسه السماعه معرضه انها تستقبل امر منك، فمع كل لمسه بقى تفضل توقف او تعمل او الاكشن اللي انت عامله. انا بصراحه شايفها لبخه مش شايفها ميزه ابدا. فانا شايف هنا الميزه فعلا ان موضوع اللمسه الواحده ده اتلغى تماما، واي اكشن هنا باستخدام لمسه مطوله او لمستين او 3 لمسات. تعال بقى نتكلم هنا عن حاجه مميزه قوي في السماعه دي، وهو عزل الضوضاء او الاكتيف نويز كانسليشن. عزل الضوضاء هنا بيعزل لغايه 50 ديسبل، وده من اعلى نسب العزل اللي موجوده حاليا، ويمكن بتنافس سماعات بضعف سعرها وبضعفين سعرها كمان. وعزل الضوضاء هنا في كذا وضع ممكن تتحكم فيه من الابلكيشن برضه، يعني في وضع تكيفي بيشوف الاصوات قد ايه ويعزلها، وفي اوبشن انك تفعل اقصى نسبه العزل او عزل متوسط او عزل خفيف زي ما انت عايز، وكمان فيها وضع الشفافيه، وده بقى عكس النويز كانسليشن. ده بقى بيخليك تسمع الاصوات اللي حواليك بشكل اكبر. خلي بالك حتى وانت موقف النويز كانسليشن اي سماعه باير تيبس من دي بتعزل اساسا لوحدها، يعني بتكتم ودنك كده سن. اكيد مش بتبقى مرتاح ودنك فيها نسبه كده تحس انك مش سامع كويس او مسدوده شويه، فهنا الوضع ده بيخليك تسمع الاصوات اللي حواليك بشكل اكبر من غير ما تضطر انك تقلع السماعه عشان تسمع اللي قدام. تكنولوجيا عزل الضوضاء هنا في الفئه دي جبارة بمعنى الكلمة. بالنسبة لتجربة الألعاب بقى فالسماعة هنا مش مخصصة للألعاب قوي، هي كويسة مش وحشة، ولكن في سماعات أفضل بكتير في تجربة الألعاب بالذات. في تأخير في وصول الأصوات، في تأخير سن. هل هو ملحوظ؟ لا مش ملحوظ، وأقدر ألعب بالسماعة وأنا مرتاح عادي مش متضايق يعني، ولكن هي مش من أفضل السماعات الموجهة للجيمنج. تعال بقى نتكلم عن المايكات. السماعة هنا فيها 6 مايكات، 3 مايكات في السماعة الواحدة، والمايكات فيها عزل ضوضاء بحيث ان انت لو بتكلم حد وانت بره او في دوشة او في مواصلات او زحمة او كده، هي بتعزل الاصوات اللي حواليك وبتركز على صوتك انت. صوتك هيبقى مسموع ايا كان انت بتتكلم بنبرة صوت عالية او نبرة صوت واطية. في سماعات بتحتاج انك تعلي نبرة صوتك شوية عشان صوتك يبقى واضح للمستمع، ولكن هنا انت باي نبرة صوت عادي المستمع هيسمعك بشكل كويس. محدش اشتكى من صوتها معايا، يعني ما كنتش بكلم حد قبل كده وقال لي مثلا ان الصوت واطي او الصوت مش كويس. بصراحة المايك هنا صوته ممتاز قوي وتجربته كويسة قوي. السماعة هنا مضادة للمية بمعيار IPX5، يعني مش مضادة للمية بدرجة كبيرة، يعني ممكن بس مع الجري والجيم والعرق وكده او قطرات المياه البسيطة جدا ممكن ما تتأثرش بيها، ولكن مش انك تنزل بيها مثلا حمام سباحة او البحر او كلام من ده، او انها تتعرض لمية بشكل عام. تعال بقى نتكلم عن اداء البطارية، وده من الحاجات المهمة قوي بالنسبة لي برضه. بطارية السماعة هنا اجمالا هتشتغل معاك حوالي 30 ل 32 ساعة، ولكن الرقم ده مش هتوصل له، لان الرقم ده مش هتحققه لو انت
لاغي تماما استخدامك للعزل او الشفافيه او الاوضاع اللي فيها دي. وعلى نفس الوضع اللي بقولك عليه ده، السماعه الواحده هتشتغل معاك حوالي 6 ساعات او 7 ساعات، ولكن بقى مع استخدامك لوضع الاي ان سي اللي هو عزل الضوضاء هتشتغل معاك اجمالا حوالي من 20 ل 22 ساعه على حسب استخدامك. والسماعه الواحده هتشتغل معاك حوالي 4 ل 5 ساعات على حسب استخدامك برضه. والسماعه هنا لما بتشحنها بس 10 دقائق ممكن تفضل معاك شغاله ساعتين متواصلين. ارقام مش قليله ومش اكبر ارقام شفناها، فهي ارقام معقوله جدا. بالنسبه لسعر السماعه دي فهو في الفتره الحاليه من 2500 ل 3000 جنيه، موجود بقى على مواقع كتير. وللاسف مش هقدر ارشح لك موقع معين لان للاسف الاسعار اليومين الجايين دول هتتغير تماما، فممكن الموقع اللي انا هدي لك سعره رخيص يبقى هو اعلى من التاني، فانت سرش واعرف. ولكن ده رنجها في الوقت الحالي يعني. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو في حاجات معينه عايزني اجيبها وارجعها اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب لو عجبك الفيديو، وتابعني بقى على الانستجرام عشان هناك بننزل كواليس وحاجات حلوه كده. وبس، سلام يا معلم.